مفيش شك ان ادوات الذكاء الاصطناعي الفتره اللي فاتت اتطورت بشكل كبير جدا، ومن اكتر الادوات اللي اتطورت جدا واللي انا بحبها قوي وجربتها كتير الفتره اللي فاتت وهي اداه الموشن كنترول من كلينج. لو انت يعني هتفضل الطريقه دي، او لو انت عايز تشتغل يعني بالساعه، فهتقول والله انا العميل ده هشتغل في البروجكت ده مثلا 5 ايام، هتضرب 9 ساعات في 5 ايام في سعر الساعه بتاعك هيطلع لك رقم ده هو اللي هتديله للعميل. انا بحب اسميها الاداه السحريه لان هي حقيقي بتعمل كده. تخيل مثلا لو عندك مشهد زي اللي احنا بنتكلم فيه ده وممكن اغير شكلي تماما او اغير الديكور اللي حواليا، اغير اي حاجه انا عايزها في المشهد، فده طبعا هيخلي الفيلم ميكرز او صناع الافلام عندهم القدره ان هم يبنوا افلامهم بشكل اسهل، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في حلقه زاك توك. اشوفكم بعد الانترو. ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من ZakWorks.com وZakWorks.academy. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. زي ما قلنا قبل الانترو ان احنا هنتكلم النهارده عن اداه الموشن كنترول من كلينج. سهله جدا وما بتحتاجش شغل كتير او تفاصيل كتير او حتى برومت علشان تبدا تطلع بيها نتيجه كويسه. كل اللي عليك تعمله انك تحط الفيديو اللي انت عايز تغير شكله، سواء بقى هتغير الشخصيه اللي بتتكلم او هتغير الديكور او الملابس، ايا كان انت عايز تعمل ايه يا معلم. تحط الفيديو الاصلي او الاوريجينال وبعد كده بتاخد سكرين شوت او يعني بتطلع صوره من الفيديو ده وتدخلها بقى على اي موديل انت عايزه، نانو، بنانا برو، عندك فلوكس مثلا برو، برضو اي حاجه. ترمي الصوره بتاعتك بكل بساطه وبتكتب اي برومت، برضو خلي شات جي بي تي يعمله لك او جيميناي انت عايز تعمل ايه بالظبط في المشهد ده. بعد كده بتحط البرومت بتاعك يا باشا مع السكرين شوت، واول ما تطلع لك الصوره بترميها في المكان التاني ده علشان كلينج يعمل بقى السحر بتاعه ان هو ياخد الحركات بتاعت الفيديو ده ويترجمها لك او يبصيها او يعني يدبلرها، ايا كان بقى. هو مش عارف هو بيعمل ايه الحقيقه في الباك اند، وبيخلي لك الشوت بتاعك شبه الفيديو الاصلي بالظبط. اي نعم في شويه مشاكل في الاداه دي، ساعات ما النتيجه ما بتطلعش كويسه، ولكن لحد دلوقتي التجارب اللي انا جربتها الحقيقه كانت ناجحه جدا وممتازه فوق طاقات يعني بصراحه. بيض بالسمنه بلدي، بطاطس مهروسه بالسمنه بلدي. يابا كنت ميت من الجوع، عامل ايه في دبي وفي الغربه مش لاقي حاجه كلها. كشاري التحرير. مش عارف الاداه دي موجوده في انهي ويب سايت تاني غير هايسفيلد، لان انا بشتغل دايما على هايسفيلد زي ما انتم عارفين، وكمان موجوده برضو على كلينج الويب سايت الرسمي، لكن في اي حته تانيه مش عارف الحقيقه هل هي متاحه مجانا ولا لا. في بعض الويب سايتس برضو ما عنديش اي معلومه خالص، لكن لو في حد منكم يعرف ان هي متاحه مجانا يا ريت يسيب لنا تحت في الكومنتس علشان يفيد الناس يعني. ولو عندك اي اقتراحات عن الحلقات اللي جايه او لو في اداه عايزنا ان احنا نشرحها ونتكلم عنها في الشانل، يا ريت برضه تسيب لنا في الكومنتس تحت اسم الاداه وانت عايز تعرف عنها ايه بالظبط. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. كان معاكم محمد زقزوق من ZakWorks.com وZakWorks.academy. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.